لو قلتلك ان الراجل اللي العالم شغال بكهربته دلوقتي مات مفلس لوحده وفي أوضة فندق مقفولة، ولو قلتلك ان اسمه اتشال عمدا واتحط مكانه اسماء اغنى، هل هتصدق؟ ده مش فيلم ولا خيال علمي، ده اسم حقيقي، نيكولا تسلا. تسلا ما كانش طبيعي، كان سابق عصره بعقود. تخيل كهرباء لاسلكي وراديو وتحكم عن بعد وطاقة متجددة، والناس وقتها ده مجنون، مش لانه غلط لكن لانه شاف اكتر مما يحتملوه. توماس اديسون الشخصية التانية معانا، عنده فلوس، عنده مصانع، عنده علاقات. تسلا عنده عقل بس. الصراع ما كانش علمي، كان صراع نفوذ، التيار المتردد ضد المستمر، والفائز مش الأذكى، الفائز هو الأغنى. نيكولا تسلا تنازل عن براءات اختراع واتضحك عليه واتقال له هنبقى شركة، وفي الآخر ولا حاجة. اختراعاته اتنسبت لغيره واتباعت بملايين وهو بياكل على حساب حد تاني. تسلا مات مفلس وحيد مديون، والأخطر أوراقه اتصدرت وأبحاثه اختفت. ليه؟ لأنه كان سابق ومخيف، مش بيعرف يساوم، مش بيلعب سياسة، مش بيبيع نفسه، والتاريخ بيحب اللي يعرف يبيع نفسه. نيكولا تسلا ما خسرش لأنه فشل، خسر لأنه كان أنظف من اللعبة. ولو تسأل ليه اسمه اتنسى، الإجابة بسيطة، العباقرة اللي مش بيطاطوا بيتشالوا من الصورة. كل العالم يعرف ان مخترع الكهرباء هو توماس أديسون، لكن السنين الأخيرة كشفت الحقيقة، وان اللي اخترع الكهرباء هو نيكولا تسلا مش توماس أديسون.